جلوسك وحدك في منزلك خافت. أنت وحيد الآن. أسمع صوت أنفاسك. إنها تعلو أكثر فأكثر. يأتي كذلك الشعور. أجل هو. تعود لإقناع نفسك بالأمان، لكنك مراقب. لا تتلفت حولك وحدك. فلا مفر. فأنت في حضرة الله. مرحبا أصدقائي، إذا أعجبكم ما سنقدمه في هذه الحلقة الرجاء ضغط زر الاشتراك أسفل الصفحة ليصلكم منا كل جديد، علما بأن القادم أعظم وفي جعبتنا الكثير. موضوع شائك كثرت الأقاويل والقصص عنه، ولكنه ما زال مثيرا للجدل. الشيطان فلك، صاحب الشخصيات المتعددة، من يكون؟ ما هي قصته؟ ما هي أسطورته؟ وما هي حقيقته؟ كل هذا سنعرفه في سياق الحلقة. الشيطان فلك عرف بأنه صاحب شخصيات متعددة، أحيانا صور على أنه راهبة شريرة تفتك بكل شخص يقترب منها، وأحيانا صور على أنه كبير مصاصي الدماء، وأحيانا صور على شكل صبي صغير يملك جناحين كأجنحة الملاك. له أسماء عديدة، ولكن أهمها هو فلك أو فولك. بدأت شخصية فلك في البروز عن طريق السينما، ففي عام 1998 ظهر فلك حينها أو فولك كما سمي حينها على هيئة مصاص دماء، وبشكل خاص كأول رئيس لمصاصي الدماء على وجه الأرض. بينما في عام 2016 ظهر فلك حينها على هيئة راهبة شريرة تستمتع بترويع ضحاياها ومن بعدها قتلها. ولكن لحظة، لنفترض أن هذا كله خيال. إذن ما الحقيقة؟ استمع إلي جيدا ولا تخف، ونحن ما زلنا في البداية. فلك هو أحد الشياطين الرئيسية في الجحيم. يقع تحت إمرته حوالي 30 من جحافل الشياطين، وفي كتب أخرى 32 منهم. فلك مذكور في أغلب كتب الشعوذة، ولهذا استمعوا معي إلى التالي وتخيلوا معي ما سأقول. كما ذكرنا سابقا، يظهر فلك على صورة طفل يملك أجنحة كأجنحة الملاك، يركب تنينا برأسين. لفلك القدرة على معرفة مواقف الكواكب، كما أن له القدرة القوية في معرفة واكتشاف الكنوز، وهذا ما جعله محط أنظار الكثير من العرافين وصائد الكنوز لاستحضاره. يتميز فلك بقدرته على العرافة، كما أن له ارتباطا كبيرا بحيازة البشر واقتناء الأفاعي. يملك فلك التعويذات المطلوبة للحصول على الكنز المطلوب، كما وأنه حين شعوره بأي تهديد يقوم بالتحكم واستدعاء الأفاعي بمختلف أنواعها. أفضل الأيام للتواصل معه هي ما بين 3 ديسمبر و11 منه، وذلك في وقت متأخر من الليل. لونه المميز هو البرتقالي، واتجاهه المفضل هو الغرب، كما أنه يحب نبات السمسم. يعرف فلك برمز القوس، وذلك كما هو مذكور في البروج.
وأيضا كوكبه المفضل هو عطارد، أو بتسمية أخرى الزئبق، ويكون ذلك هو أيضا معدنه المفضل. أما عناصره المفضلة فهي الأرض والماء والبخور يستهويه بشدة. كما تحدثنا سابقا فهو من أقوى الشياطين في العرافة، ولكن أحيانا من يقوم باتباع تعليماته من صائدي الكنوز قد يواجه مصائب رهيبة. يا إلهي، تقول إحدى القصص أنه في القرن الثالث عشر قام فلك بإلهام نيكولاس من ألمانيا وستيفان من فرنسا أثناء الحروب الصليبية للأطفال، حيث تم أسر الكثير من الأطفال وأخذهم كعبيد. بينما في القرن التاسع عشر نسبت الكثير من الرحلات والمغامرات الفاشلة إلى هذا الشيطان. ولكن ركز جيدا، إذا كنت تستحق استدعاء فلك سيعطيك مرادك، وسيعطيك أيضا كل الكنوز التي تريدها، ولكن إذا لم تكن تستحق هذا الاستدعاء سيقضي عليك. أصدقائي، أصبحت الحقيقة واضحة لديكم، وأصبحنا نقدر أن نفرق بين الحقيقة والخيال، ولكن يبقى السؤال: هل كل حقيقة مطلقة أم هل كل خيال حقيقة؟